المتحدث المولدي باش يكون المؤتمر نتاع تكتل الايام 5 6 7 جويلية، لكن قبل باسبوعين باش يكون مؤتمر شباب اشتراكي ديمقراطي وهي المنظمه الشبابيه للتكتل باش يتم بالضبط اسبوعين قبل مؤتمر الحزب. وسنعود باكثر تفاصيل في الاتصال الاعلامي القادم اللي باش يهم الهيكل نتاع التكتل باش يهم ايضا مؤتمر التكتل. سنعطي اكثر تفاصيل اللي على مؤتمرنا، لكن حبيت نغتنم الفرصه باش نتحدث على حدث هي مساعد بالنسبه لجنة الشباب الاشتراكي الديمقراطي، وهو انه الاسبوع الفارط ايام 8 و9 جوان في مدينه دورتموند تم انعقاد المجلس العالمي للاتحاد الدولي للشباب الاشتراكي. خلال هذا المجلس تم التصويت على انضمام الشباب الاشتراكي الديمقراطي. هذه المنظمه العريقه المعروفه اكثر باسم اليوزي، تم التصويت على عضويتنا، وكان قوبلت ممكن بحماس كبير وباتحاد كبير من مختلف المنظمات، يمكن اكثر من 100 منظمه اللي كانت حاضره في المجلس. هذا فتعرف شبابنا منخرط منذ سنوات الجمع بالحراك الدولي للشباب الاشتراكي العالمي، لكن نعتبروه تكريس ممكن الجهود اللي قام بها شبابنا واعتراف ممكن الدور الكبير اللي لعب فيه سواء على مستوى الحزب او في المستوى الدولي او في الشان الوطني. ايضا المجلس ما كانش حد الباش الوحيد في هذا المجلس هو انضمامنا. ايضا تم تداول لائحه مهمه والتصويت عليها ايجابا، وهي لائحه القضيه الفلسطينيه، وتم التصويت ونعتبره تصويت تاريخي على مقاطعه البضائع الاسرائيليه، واعتمدوه كل المنظمات الموجوده. يعني اليوزي اليوم تطالب بمقاطعه البضائع الفلسطينيه، وخاصه منها المتاتيه من الاسرائيليه، وخاصه منها المتاتيه من المستوطنات. ايضا الوثيقه فيها اشياء اخرى مهمه كانت مثلا حق عوده اللاجئين والحريه لكل المساجين السياسيين وعلى راسهم مروان باغوثي الكل. هذا انتصار كبير من كل الوفد الفلسطيني وهو شبيبه الفتحويه، لكن ايضا لكل الوفد العربي ولكل ممثلي قضايا التحرر في العالم. نعطيكم اخبار اخر زاد المهم انه على هامش هذا المؤتمر تم ايضا تقدم في ممكن مجهود قام الان منذ اكثر من سنه، وهو توحيد الشباب الاشتراكي العربي تحت منظمه ستسمى منظمه الشباب الاشتراكي العربي، وستكون اليافطه الاقليميه لكل التنظيمات الشبابيه الاشتراكيه. في هذا التوجه معنا فما شباب اشتراكي ديمقراطي من تونس، فما ايضا شبيبه الفتحويه، شباب فتح فلسطين، شباب المبادره ايضا من فلسطين، شباب الاتحاد الاشتراكي القوى الشعبيه من المغرب، ايضا من الشباب الاشتراكي التقدمي من لبنان، والشباب الاشتراكي الاجتماعي من مصر. تم الاعلان الاولي على رئيس المنظمه في بيروت، كان عندنا اجتماع يعني في شهر مارس، وتواصلت المفاوضات الان يكون جانب كبير منها تم، وسيتم الاعلان عنها ممكن في تونس بعد ما على هامش مؤتمرنا، بعد ما نكملوا كل التفاصيل، او الاعلان ممكن بعد اسبوع في المغرب بعد ما سيتم اجتماع المنتدى الاجتماعي العربي اللي يضم حزب التكتل وحزب فتح وغيرها من الاحزاب الاشتراكيه العربيه. هذا هو الاخبار اللي حبيت نحكيه، وشكرا.